اليوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023. سلام الله عليكم جميعا. لايك ومشاركة وتعال راجع للفيديو. الصفحة بتهاجم، بنقول لك لايك ومشاركة عشان تثبت لنا الصفحة، والمرة الجاية تلقى الصفحة موجودة ونقدر نوصل رسالتنا. طيب، قبل ما ندخل في الموقف العمليات، عندنا رسالة لحكم دارات الارتكازات في أي موقع في العاصمة دي وخارج العاصمة. حكم دارة الارتكازات، زيلوا الملاحظ. في ملاحظ كثيرة. أولا، العسكري القاعد ده ما في عربية كده تمر من غير تفتيش، مهما كانت صفته تتفتش. الحاجة الثانية، أي عسكري وقف قدام أي مواطن عليك بالكلمة الطيبة، لا تزيد ولا تنقص، تطلب منه المستندات اللي انت عايزها، بس ما عندك معاه أي شغلة، تضحك بس، ما عندك معاه أي شغلة. طبعا في البوليس في حاجة اسمها التعامل مع الجمهور. دي بالذات نحن لما كنا في المرور كان بدونا، لا بقول لك يا أخي أنت المواطن ده ما عندك معاه عداوة ولا هو أساسا عنده معاك مشكلة، فأنت عشان تجي مثلا تطلع منه الحاجة اللي أنت دايرها ولا الرخصة ولا هنا بطريقة كده يعني بسيطة ومن غير تعقيدات وكده، تبتسم وتسلم عليه وتديه وضعه، لقيته دكتور دكتور، لقيته مهندس مهندس كده، يعني تحسسه بالأمان. فالمواطن ده يا عسكري هو ما عدو بالنسبة لك، انت واقف هنا بموجب قانون، وهو برضه القانون بلزمه انه يحترمك. فعشان كده الاحترام لابد منه، ما تقعد تصصر له وشك ولا تسمعه كلام فارغ ولا عندك معاه شغله. دي رسالتنا لكم يا حاكم دارات الارتكازات، عشان ما نقوم بعدين نبدا في فلان وعلان وفلتكان ونجيب صور ونجيب اسماء، وقادرين على والله قادرين على. عشان كده الناس احسن في الظرف ده بالذات تمشي الامور زي ما هي. طيب، ندخل في التفاصيل بتاعنا. التفاصيل عن موقف العمليات في اليوم ده كالاتي. قبل كده قلنا لكم اخواننا انه الطيران بقى يشتغل بمعلومات استخباراتيه دقيقه، وبقى يستهدف الاوكار السريه بتاعت الجنجه اللي بخزنوا فيها الوقود وبخزنوا فيها الذخاير. هسه الليله في الرياض برضه عندهم وكر وبنقلوا منه عن طريق الطوابير، ما بيقدروا يوصلوه عشان الجيش يدقوا، لكن الجيش الليله وصل لهم واستهدفوا، انتهى منه. برضه عندك في صوبة برضه عندهم أوكار تم جغمها، في شرق النيل عموما عندهم أوكار تم جغمها، في بحري عموما برضه عندهم أوكار تم جغمها. ده الشغل اللي بنعرفه، شغل مبني على معلومات استخباراتية دقيقة بالملي، ما في أي فضا. مبروك والله نزور الجو، تستاهلوا نجمة شنو الإنجاز. بالإضافة للشغل بتاع المهام الخاص، المهام الخاص اشتغلوا في اليوم ده شغل كبير جدا جدا وما غريب عليهم، يعني عودونا من الأحداث دي بدت يشتغلوا. هسه كابوس الجنجة بقى المهام الخاص. الليلة ناس المدرعات مرقوا يشتغلوا شغل تقيل. في جبل شفتوا 20 جنجويت هلكوا، بوكس تم استرجاعه، 4 عربات تم تدميرها. عندك المهندسين برضو المهام الخاصة، التحية لهم. الليلة برضو 14 جنجويدي تم جغمهم زي ما هم وتدمير مركباتهم، بالإضافة لعملية نشيطة كده خفيفة خاطفة قريب المغرب، استلموا فيها 3 جنجويدي و2 طابور ورجعوا فيها عربة بوكس. بالإضافة لناس المهام الخاص جبل أولياء برضو داهم مزرعة جابوا فيها 2 جنجويدي، بالإضافة لواحد طابور بعربة أكسن. شغل مدور. المهام الخاص ده أصلا مين بدت الشغلة دي؟ شفتها شغالين لقطوا في الجماعة ديل، ثنائي زائد رباعي زائد بوكس زائد جنجويت زائد 10 جنجويت زائد كده، شغل ماشي. والشغل ده ما حاسين بوجعه إلا الجنجة. في ناس بتفلسف ويقول لك اسمع ولمتين الشغلة دي كده. انت شايف ان الشغل ده سهل، وشايف ان الشغل ده يعني ما بعني لك حاجة، انت قاعد تطبس في تليفونك شايف ان الشغل ده ما بعني لك حاجة، لكن الشغل ده وجعه داير منه الجنجة. طيب، بالنسبة للانتهاكات بتاعت الجنجويد،
الجنجويد طبعا الليلة استباحوا الكلاكلة، استباحوا عديل كده. وكونه يا جيش يكون الكلاكلة دي ما فيها جيش، والله العظيم دي أكبر مصيبة. الكلاكلة دي قبل سقوط الاحتياطي كان فيها جيش قاعد وكان الأمور تمام. اللي بيمنع شنو الآن يكون فيها لواء ولا 2 لواء؟ بيمنع شنو؟ ما الألوية قاعدة، الألوية قاعدة كتايب، أقسم بالله العظيم والله لا تحصى لا تعد قاعدة. السودان ده كله شلتو كبيتو في العاصمة دي، قاعدين والله ناس بيتمموا باكلوا بنوه. الليلة لما تفرط في الكلاكلة دي كلها كده، ديك المدرعات قريبة، نحن عارفين المدرعات دي ما بتسقط، لكن التسلل المدرعات دي ذاته ليه تخلي ملاحظ زي دي؟ بعدين ليه المواطنين دي ذاتهم يتعرضوا لليلة ده؟ الليلة ما في جريمة جنجويد اللي ارتكبوها، قتلوا شباب قدام أسرهم عديل، قلعوا عربات الناس، خطفوا بنات عديل كده ساقوهم عديل، خطف عديل كده بجروا البيت عديل من قدامها، على بركبوها في عربية مظللة ومشي معها لمتين، منعوا الناس من صلاة الجمعة عديل كده، قال الناس ما تمشي تصلي. لمتين يعني مفروض يكون في جيش في المنطقة دي عشان ذاته الشباب اللي هنا ديل يجوا يتسلحوا من الجيش الموجود هنا ده، عشان الناس ذاتها تيجي تتسلح من هنا ده. الليل بيمنع شنو الكلام ده ما يكون فيها جيش؟ ما في أي سبب، لازم يكون في جيش في الكلاكلة دي. لا يمكن الكلاكلة دي من هنا كده لحد دي كلها كده الليلة وجنجويد جو الليلة يعني السلة لا أكتر يعني من الأحداث دي بدت الليلة. جنجويد الجو الكلاكلة دي حدث كبير جدا جدا، يتسللوا بس بمواتر بشنو بعربات ملكية، جو طردوا الناس من بيوتهم وقاعدين وارتكبوا جرائم، ولحد الآن لحد تاريخ الفيديو بيرتكبوا في جرائم. هذه يفسروها كيف؟ بالإضافة للأبيض أبطال اللجنة مشكورين دمروا 4 عربية في الأبيض. الجنجة الليلة جو الأبيض طبعا قاصدين يدونوا بيوت المواطنين ودونوها. ما هو بالمنطق الليلة لا يمكن تيجي تضرب باربيجي من حي حسب دايرة تمشي تستهدف القيادة. البيجي ده مداو كم؟ تيجي تمشي تستهدف بيوت المواطنين تقول أنا قاصد القيادة. مواطنين الليلة في الأبيض ماتوا بالتدوين بتاع الجنجة ده الشوية ده، بالإضافة لبعض الإصابات. يعني حرب الجنجة على المواطنين، ويجيك واحد مستهبل مندس كان على الثورة قواسة يجي يقول لك لا 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 لا, لا الحرب دي مدورنا الكيزان ونحن والثورة. يا أخي سر روحك، أنت الثورة قدمت لها شنو؟ الثورة أنت قدمت لها شنو؟ وين بلاغاتك؟ وين تاريخك النضالي؟ تشبكنا ثورة تاخد لك صورة بتاعت موكب تيجي تشبك الناس ثورة. أنت مندس على الثورة. أنت لو كنت ثورجي أصلي ما بتيجي بتقف لك مع جنجويتي قتل واغتصب في القيادة العامة. الشهداء ناس قصي هنا قتلهم من ما قتلهم الجنجويت اللي قاعدين ديل. تيجي تقول لنا قال الحرب دي حرب كيزان ونحن والثورة. يصير روحك يصير روحك يا جنجويتي. عارفين انت ما مندس. ما نحن زمان كان بنقول لكم اخواننا في ناس بيبلغوا ناس الفدرالية وفي ناس بيبلغوا ناس الشرطة الأمنية من داخل المواقف وبتقول لنا لا ده انت شوفوا الصف. هسه كلامنا كده ما شوجه، كلامنا ما شوجه. الليلة في ناس عديل كده شفتها كانوا عاملين فيها سوار، الليلة ده عامل للجنجة وبيتعاملوا معاهم وبنقول لهم الذخيرة وببلغوا في المعاشين وقاعدين يدوم إحداثيات. يقول لك أنا ثوري. يسيد روحك انت بعد دم الشهداء يا عفن. انت سب على الثورة. الناس ما تنسى اللايك وما تنسى المشاركة يا اخواننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.